في تفاصيل مستمعينا الكرام الاعتصام وأسبابه وتداعياته وما يقول القانون وإن انتهك، وكيف مستمعينا الكرام لنا حماية السلطات الثلاث واستقلاليتها وأنظمتها، وكما يقولون المحامون أثناء اعتصامهم كما قال نقيبهم الوقوف أمام تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. شو يعني وشو بدهم وما المطلوب؟ مرة أخرى ناقش هذا الملف معك مباشرة أستاذة زينب السلفيتي. مرحبا بك أستاذة عبر الأثير، صباح الخير. حياكم الله، بارك الله فيكم أخي أدهم، حياكم الله وحيا مستمعينك الكرام. هلا أنا بتكلم بصفتي قانونية، بصفتي بكمل دكتوراه في القانون مختصة في صياغة التشريعات، محامية لأكثر من 20 سنة. بداية لأكون أنا منصفة، وإنه بالنسبة للاحتجاجات هي الاحتجاج على 3 قرارات بقانون، مش مواد قانون. يعني كل قانون عشرات المواد، هي قانون، هي قرار بقانون، هي قرار. أستاذة أرجو أن تقفي في مكان أستطيع وأستاذ المستمعين سماعك أوضح. الصوت يتقطع فأرجو المعذرة حتى نسمعك كاملا وشاملا. نعم، في عندي أنا 3 قرارات بقوانين هي تتعلق بالسلطة التشريعية، بالسلطة التشريعية والقضائية. طب كيف تتعلق بالسلطة التشريعية؟ في قانون المحكمة الإدارية. قانون المحكمة الإدارية يعني اللي هي القرارات التي تصدر عن جهة الإدارة. هلا أنا في عندي قرار بقانون بيحكي عن المحكمة الإدارية، هو جعل من اختصاصه حسب المواد التي تتعلق باختصاصه النظر في نتائج الانتخابات. يعني إن كانت انتخابات برلمانية سيتم إلغاء نتائجها، إن كانت انتخابات رئاسية يتم إلغاء نتائجها، انتخابات غرف تجارية، نوادي رياضية، كله يتم إلغائها أمام محكمة إدارية ومحكمة مختصة. هلا هم قالوا إحنا جعلنا التقاضي على درجتين، يعني على مرحلتين، محكمة ثانية بتشوف. هذا الكلام لن يطبق على هذه الانتخابات، لأنه حسب المادة 54 قال لك هذه المحكمة اللي بتكون موجودة رح تكون قراراتها نهائية، اللي هي محكمة درجة واحدة وليست درجتين. يعني حيطبقوا الدرجتين بعد الانتخابات حسب المقاسات اللي رح تفرزها، حسب يعني هي خطوة استباقية للالتفات على نتيجة الانتخابات مسبقا. يعني الانتخابات اجت على المقاس، اجت ناس معينين رح يتم المصادقة عليها، متى سيتم حلها بطريقة من مجلس، بطريقة من محكمة بقدموا أي طاعن عادي بأنه هاي الانتخابات شابها عيب، شايبها كذا، بصير إلغاء قوائم، إلغاء نتائج انتخابات في دوائر، هذا بيشمل المحلية يعني ولا هالدرجة الأمور هيك يعني. هلا نقطة ثانية إنه هاي المحكمة يتم تعيينها من سيادة الرئيس، هو رح يعين الناس اللي يناسبهم. يعني كيف أنا بدي أعين ناس ويكونوا هم ينظروا نتائج الانتخابات وأنا رئيسة؟ كيف يعني بدي يكون يعني سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية في يد شخص واحد، في يد السلطة التنفيذية. هلا النقطة الثانية إنه إحنا طريقة التعيين هي بناء على تنسيب، بناء على تعيين من الرئيس وبنسب لهم وزير عدل أو مجلس قضاء. هلا النقطة الثانية التي أقولها وأمر أيضا خطير جدا عن اللي هي عن أعمال الإدارة اللي بيحكوا عنها، إنه هو جعل في أعمال السيادة. شو أعمال السيادة؟ يعني اتفاقية سيداو وعمل سيادة ده تصير الاتفاقيات الدولية من الأعمال السيادية. طب أنا الأصل أن تعرض على برلمان، الأصل أن تعرض على مجلس تشريعي، الأصل أن تعرض على استفتاء شعبي. هذا الكلام يعني أنت كل الاتفاقيات الدولية حتدخل ضمن أعمال السيادة. عمل السيادة لا يتم الطعن فيه، بنروح للمحكمة الإدارية تقبلش الطعن، تطلع للدستورية راح تقول لك هذا مش مختص أنا بنظر الطعن، هذا أقل من إنه يكون إنه معناته أنا مش راح يكون عندي طرق للطعن في جميع الاتفاقيات الدولية اللي صدرت. يعني أنت اغتصبت صلاحية المجلس التشريعي والشعب الفلسطيني في الانتخاب وفي التشريع. يعني أنا كنت متأملة أن تصل كتلة برلمانية تجهض اتفاقية سيداو التي تشمل كذا وكذا وكذا، لكن هذا الأمل تم إلغاؤه بقرار بقانون المحكمة الإدارية، تم إلغاؤه حتى حق الشعب الفلسطيني بالانتخاب. يعني أنا بنتخب وما عجبكيش الانتخابات بتلغيها. القاضي الإداري يملك صلاحية واسعة، القاضي الإداري يعني ما عنده قواعد، يعني معظم قواعد القانون الإداري عرفية، يعني هو وضميره في تطبيق القواعد الإدارية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية اللي أنا كنت حابة أحكي عنها وأكون أنا صادقة فيها وشهادتي أمام الله، إنه أنا عندي برضو قانون تشكيل المحاكم. قانون تشكيل المحاكم عمل عندي أنا سيتم إنشاء محاكم أسرة. كيف يعني سيتم إنشاء محاكم أسرة حسب سيداو؟ إنه قال لك ما يتم تصويت
من صلاحيات سيتم تشكيل محاكم أخرى غير النظامية، محاكم أسرة تختص بأمور جزائية بين الأفراد وبين الزوجين وبين العائلة. نقطة ثانية، وهذا أيضا تشريعات خطيرة. نقطة ثانية اللي أنا حابة أحكي فيها إنه أنا عندي قانون اللي هو درجات التقاضي. درجات التقاضي لما بدي أطلع لمحكمة النقض أنا يجب أن أطلب إذن تمييز، إذن بالنقض. طب أنا كنت من قبل قاضي يعطي درجة أولى واحد، يعطي قرار غلط أطلع ل3 قضاء، ال3 قضاء استئناف أعطوا قرار جانا بالصواب أطلع ل5 قضاء. أنا حرمت في قضايا بقول لك التي 10,000 دينار قيمتها. طيب هذا الكلام القيمة 10,000، لا مش القيمة 10,000، لأنه هو حدد هو إنه هو يختص رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء بتحديد الاختصاص القيمي والنوعي والمكاني. طب الأصل اللي يختص بالاختصاص هذا قانون. يعني ما بصير أنا كسلطة قضائية أن أعتدي على أن يكون صلاحياتي بيد سلطة تنفيذية. هلا أنا بتكلم الآن بموضوعية وبتجرد. يعني مثلا عندك جنايات القتل، جنايات الاغتصاب، كل هاي اللي في عقوبتها أقل من 20 سنة ينظرها قاضي فرد. طب ليش إحنا فينا 3 قضاة؟ حتى يكون أنا في ضمانات، في محاكمة، في شفافية، ما يكونش في تجاوزات كذا كذا، حتى أضمن حقوق الناس. يعني حقوق الناس هي التي ستتم مسها في قانون تشكيل المحاكم، في قانون سلطة قضائية، علما أن تم المساس قبل ذلك أيضا، لكن كانت هاي يعني ضربة قاصمة، كانت نهائية. هلا النقطة اللي بدي أقولها أن صلاحيات المحاكم الإدارية أيضا تستطيع أن تتملك أي أملاك للناس بدعوى المصلحة العامة. وبنروح على المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية بنشوف شو بتعطي قرار فيما يتعلق بعقار، فيما يتعلق بوقف، فيما يتعلق بكل هذه. هل أنا اللي بدي أتكلم أخي إنه القضاء لم يكن يوما مستقلا حتى نقول إنه الآن، لكن هو الآن في مراحل أخيرة. يعني مثلا مجالس القضاء السابقة كان يتم تقديم استقالة رئيس المجلس قبل أن يتم تعيينه. من الذي أوصل القضاء إلى هذه المرحلة حتى صاروا يقولوا إحنا بدنا نصلحه؟ مين اللي أوصل غير تدخلات السلطة التنفيذية التي تمنع تعيين أي شخص بخالفك الرأي؟ يعني واحد بده يتعين قاضي سواء في المجلس الحالي ولا السابق، بده موافقة جهات أمنية، بده واسطة معينة حتى يتم دخولك قاضي. يعني أنت ما بيجيك أول ولا حامل دكتوراه بتقول له مع السلامة روح، أنت ما موافق عليك أو أنت من طرف مين. هذا طريقة في تعيين القضاء. مع احترامي أنا في معي يعني أقولها في قضايا رفعت في هذا الأمر. أنا النقطة اللي بس بدي أحكيها أخي أيضا إنه إحنا لما صار بالنسبة اللي هو القرارات بقانون، إحنا الأصل أن لا نسكت عليها جميعا، كلها ما نسكتش على هاي القرارات بقانون. مش إنه لأنه صدر من طب هي جملة كلها، طب ما هي مش أول قرار بقانون. لا بس هذا مش كان أول تغول يعني كما بتحكوا، مش أخطر لأنه أجهض الانتخابات قبل أن تبدأ. يعني إحنا كان ممكن كل التجاوزات التي تمت أن يتم من مجلس تشريعي منتخب، المجلس التشريعي يقول كلمته في سيداو، يقول كلمته في القضاء، يقول كلمته. لكن أنت الأمل الأخير لإلي كفلسطينية أنا منعتني إياه. يعني هتصير حرب أهلية، في ناس بدها انتخابات وناس بدها تنقض على نتيجة الانتخابات، وهذه المشكلة اللي أنا بتكلم عنها. يعني إحنا بتكلم أنا كمصلحتي كمحامية، مصلحتي اني اشتغل، لكن انا مصلحتي انه الحق والعدل، انه يعني في قضايا اذا انت بدك تقول لي هو بده يحدد الاختصاص انه اللي هي 10,000، طب عفوا قضايا التخليه اللي 3000 واللي عقارات واللي غيره وغيراته، بدي اصير اطلع اذن تمييز زي ما بيحصل في بلاد مجاوره عندنا، باخذ اذن تمييز. طب انت وين مصالح الناس؟ افرض رفضوا اذن التمييز يعطوك، يعني انا بدي اروح للمحكمه استاذن اني افوت على المحكمه، وهذا بحد ذاته كارثي. في نص ثاني انه اعطوه برضه للمجلس القضاء نظام. شو يعني نظام؟ النظام اللي هو ايش؟ اني انا بصدر تشريعات، هم بيصدروا تشريعات تحت مسمى نظام. الاصل النظام ان لا يعتدي لا على قانون اساسي ولا على قانون عادي، فالاصل انك انت بتنفذ وانا براقب. يعني القوانين هاي اللي تطلع سواء محكمة دستورية ولا تعيين محكمة دستورية ولا تعيين محكمة ادارية ولا اي تعيينات، اصل ان تخرج من مجلس تشريعي منتخب. انا بدي اضمن حقوق الناس. كيف انا بتقول لي سلطة وهو بيدهم حل البرلمان؟ كيف بتقول لي انت سلطة وهي بيدها كل هذه الصلاحيات؟ امام هذا التشخيص هذا شو نعمل؟ ماشي، هذا واقعنا، ما عندناش مجلس تشريعي، شو نعمل؟ امام هذا التشخيص اذا مش سامحين انهم بس يدبروا حالهم من هون للانتخابات ومن هلا يجي مجلس تشريع جديد، مش مطولين روحكم عليهم. ومش اول مره ما هي قرار بقانون، مش اول مره في تغول، تخلي المشوا هالمره يرى البعض ويرى الجهات الثانيه، مش انا مش رايي الشخصي، ولكن بعض الناس يقول لك طب مشوها هالمره لحد المجلس التشريعي ما يجي. استاذ بصراحه هاي سياسه الطبطبه والسكوت هي من زمان الاصل انه يتم الاحتجاج.
حتى المؤسسات. طب ليش المرة علي الصوت أكثر؟ ليش المرة احتجينا أسرع؟ ليش المرة نسفنا كل الماضي ونسيناه واليوم بدنا؟ لأنه هذه المرة لغى السلطة القضائية تماما. يعني أنا بصراحة تم إلغاء السلطة القضائية تماما والسلطة التشريعية أيضا. يعني أنت المجلس التشريعي نتائجه عجبتنا هي قبلناها، بانتخابات بلدية عجبتنا قبلناها، ما قبلناهاش هينا معينين المحكمة. وطريقة إيش؟ طريقة إيش دبلوماسية، إنه يعني مش إحنا اللي حلينا ما قرار محكمة. لا يا سيدي مش هيك بتصدر القرارات. النقطة الثانية اللي أنا بس كنت حابة أقولها إنه إحنا الآن يعني بلغت إنه مصالح الناس مهددة، ستتركز السلطات في سلطة واحدة التنفيذية. يعني هي ما تم الإجهاز على السلطة القضائية مرة واحدة بكثر التنازلات التي قدمتها السلطة القضائية سواء من مجالس سابقة أو غيره. يعني كان القاضي يوقع على السلطة التنفيذية، بدناش نعين فلان ما يعينوش فلان. أنا بتكلم أخي بموضوعية وبتجرد. بعض القضاء الذين تم إحالتهم بعض القضاة تم إحالتهم لوظائف أخرى، وبعض الذين تم عزلهم أو إحالتهم للتقاعد من قبل المجلس الحالي كان عليهم شكاوى حقيقية للناس، وأنا شاهدت ذلك بأم عيني. يعني أنا بدي أوصل ليش أنت بتخلي السلطة القضائية تتغول على الناس، بعض الناس اللي أنت بتكون داعمهم من السلطة التنفيذية، وبعدين بتقول جاي أصلح القضاء. الإصلاح ما بيجي من رحم السلطة التنفيذية، بيجي من مجلس تشريعي منتخب، بيجي من ضمانات، لكن بلغ السيل الزبا. يعني ما حدش يقول لي إنه في مجلس قضاء إجا مستقل وسوى وعملها. لا، لا مشكلة مع رئيس مجلس ولا سابق ولا حالي. أنا مشكلتي مع الطريقة التي يتم تعيينه فيها. يعني أنا لما بوقع استقالتي أمام الرئيس حتى أكون رئيس مجلس قضاء، وين الاستقلالية الموجودة عندي؟ لما تزعل مني باجي الوداني بقرار بدك إيش؟ بدك تبرز استقالتي. فالنقطة اللي بدي أقولها أنا إنهم يرفعوا أيديهم عن هذا الأمر، أن يترك الأمر لمجلس تشريعي يأسس المجلس التشريعي، هو يأسس مجلس تأسيسي. احنا عندنا الدستور بيفرضوه هم، بحطوا الدستور. يعني الآن يتم العمل على الدستور ولا عقوبات بدون دعوة الشعب الفلسطيني، لا نقابة محامين مدعوة ولا غيره مدعوة، بس المؤسسات اللي ممولة أجنبيا تيجي بالآخر بتقول احنا مع حقوق الإنسان واحنا مع حقوق الإنسان. لا يا عمي، احنا مش أجندات خارجية. احنا لو سمحت لي أنا أقولها كلمة أمام الله أنا محاسبة عليها. احنا الآن التحرك، أنا متحركة مش لأني بس محامية، أنا متحركة لأني من الشعب العربي الفلسطيني وبدي أحقن دم الشعب العربي الفلسطيني. ما بدي أوصل إنها الناس تستوفي حقها بإيديها، ما بدي أوصل إنه في كل مكان جريمة قتل، ما بدي أوصل أنا في كل مكان أنا مش قادرة أوصل فيه لحقي. إحنا الآن تحركنا وتحركنا إن شاء الله مأجورين عليه. أنا بتكلم كإنسانة وكمواطنة إن هذا التحرك سيوقف شيء من السلطة التشريعية. السلطة التنفيذية لا تملك أن تصدر قرار بقانون، تكتب قرار بقانون. أنت التشريعي والتنفيذي والقضائي، هذا ليس الدول. هذه مش جمهورية موز، إحنا مش دولة غاب. نعم. إحنا دولة بنحكي عن حالنا قانون وبدنا نعطي حقوق إنسان، حقوق في العهر، أما مش حقوق في إنه يكون لنا أخلاق، مش حقوق يكون لنا قانون. أنا لما بدي أتكلم أنت الأصل، مع احترامي لأي مجلس قضاء ولجميع، إنك أنت ناس عليهم مشاكل، الأصل أن تبرزهم للناس. ما في داعي إنك تعطيهم صكوك غفران. والله واحد عليه ارتكب اللي هو أنت بتقول عن ارتكب 1 2 3 حاسبه جزائيا سواء كان قاضي أو غيره، ولكن مش بالطريقة هدول بالنسبة للي سبق أحالهم أو غيره، مش بالطريقة اللي أنت عملت فيها إنك جعلت الصلاحيات بيد شخص واحد. أشكرك. يعني أنت كل هذا كان مبرر حتى تنقض على السلطة التشريعية والقضائية. يعني أنت كل هاي التمهيدات، يعني أنت بتعرف إنه في تدخلات لتعيين قاضي، كيف تعيين رئيس مجلس قضاء؟ فهمني اياها هاي. من وين بده يجي استقلال مجلس القضاء؟ الاصل انه احنا يكون في قضاء معين، في يعني يكون في عندنا اليات معينه حتى ننهض في القضاء وننهض، ما ندخلش السلطه التنفيذيه فيه. الان يعني اقولها بصراحه، الوضع انتهى. يعني حتى امل الانتخابات الاخيره الشعب الفلسطيني تم القضاء عليه. انا تكلمت امام الله، لا لي مصلحه لا مع هون ولا مع هون. انا مصلحتي في الشعب الفلسطيني ان لا يتم اقتتاله، ان لا يتم تناحره، ان لا يتم. انا ما بدي تصير يا اخي قتل لبنان
حرب اهليه. ان شاء الله في لا. ناس يعني هي المقابله بدناش تكون سوداويه زياده عن اللزوم، انه احنا مصورين انه جاي اجرام وجاي ذبح وجاي شريعه غاب وجاي فيش قانون. ان شاء الله بيكون القادم اجمل ان شاء الله، وخلي البشائر الناس ان شاء الله البشائر انه الناس هيهم متوحدين. تصريحات سيد الرئيس اليوم انه والله رايحين لانتخابات، رايحين لمصالحه، رايحين لإشي حلو. هلا انا زيك مش مع التغول، مع فصل السلطات، مع الإشي اللي دائما بحكي لهم اياه عبر الاثير. احنا تربينا في المدارس على فصل السلطات، التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه كل واحد لحال، فبدنا هذا اللي درسناه نشوفه على ارض الواقع حقيقه. اشكرك جزيلا استاذ. هلا استاذ لو سمحت، انا بتمنى على سياده الرئيس كما هو يعني بيمثل الشعب الفلسطيني. انا بتوقع واتمنى ان يكون توقعي صحيح ان يتم سحب هذه القرارات بقانون، ولكن انا بطلب انه من مجلس النقابه ومن الهيئه العامه انه ما يتم التنازل، بحيث احنا نتنازل عن ضمانات قضائيه مشان والله سحبت قرارات او تعالوا اقعدوا معنا، واحنا على الموقف. انا كمواطن وكهيئه عامه ثابته على الموقف، وان شاء الله ربنا ينصر الحق، واحنا مع الحق والله معنا، وبارك الله فيك. اشكرك جزيلا الاستاذه زينب السلفيتي المحاميه، شكرا جزيلا لك واسعد الله اوقاتك. اشكرك.